صحيح مسلم. دققوا في السند لأنه نفس السند الذي سيذكره البخاري. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن علاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي بريدة عن أبي موسى قال فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه؟ فقالت أسماء نعم. فقال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وآله منكم. فغضبت وقالت كلمة كذبت يا عمر. كلا والله. هنا أسماء بنت عميس غضبت من عمر وقالت له كذبت يا عمر. الآن لنشاهد ماذا فعل البخاري بهذا الحديث. صحيح البخاري يروي الحديث بنفس السند الذي في مسلم. حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بريدة عن أبي موسى، يذكر الحديث إلى أن يقول ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه؟ قالت أسماء نعم. قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وآله منكم. فغضبت وقالت كلا والله. كما تشاهدون البخاري حذف مقولة أسماء لعمر كذبت يا عمر. فلما هذا التلاعب والتحريف؟ نذهب الآن إلى مسند أبي يعلى ونرى تحريف مسند أبي يعلى الموصلي الجزء 13. وعن أبي موسى قال يذكر الحديث إلى أن يقول قال فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه؟ فقالت أسماء نعم. قال عمر سبقناكم بالهجرة نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وآله. فغضبت وقالت كلمة يا عمر. كلا والله. كما تشاهدون حذفت العبارة ووضع في مكانها كلمة. ما هي هذه الكلمة؟ لماذا حذفت؟ وهل أسماء قالت لعمر كلمة أم قالت له كذبت يا عمر؟ وفي الحاشية المحقق الكتاب ينبه على ذلك ويقول عند مسلم كذبت يا عمر. فلماذا حذفت هذه العبارة من الحديث؟ هكذا يتلاعبون بالحقائق ويخفون الحقيقة على الناس. إذا لم تكن هذه العبارة فيها منقصة لعمر لما حرفت وحذفت. قولك أن رواية الإمام البخاري ورواية الإمام مسلم نفس السند، في هذا القول فيه نظر. فإذا رجعنا لرواية الإمام مسلم نراه يحدث عن عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني، بينما إذا رجعنا إلى صحيح البخاري وجدناه أنه يحدث عن الهمداني فقط وهو محمد بن العلاء الهمداني. فطالما حدث عن محمد بن العلاء الهمداني فقط أي البخاري، والإمام مسلم حدث عن عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني، فربما كلمة كذبت يا عمر وقعت من الراوي عبد الله بن براد الأشعري الذي حدث عنه الإمام مسلم ولم يحدث عنه الإمام البخاري. نريد أن نبين أن الإمام البخاري بريء من تهمة التحريف وأنه ينقل ما يسمعه من شيوخه. ثانيا، الإمام البخاري روى هذه الرواية مختصرة بينما رواها الإمام مسلم كاملة، فتوجد فيها زيادات ذكرها الإمام مسلم ولم يذكرها الإمام البخاري، وهذه الزيادات لا علاقة لها بعمر رضي الله عنه حتى لا يخرج أحد الروافض ويقول ما يقول. وأما اختصار الإمام البخاري للروايات فهذا هو منهجه في كتابه الصحيح. فاسم كتاب صحيح البخاري اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هنا في كتاب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم يذكر الرواية إلى أن يقول بلفظ البخاري في غزوة خيبر، وبعدها يقول وفي رواية مسلم زيادة في أثناء الحديث نصفها، يعني في نصف الحديث، ووافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا إلى آخر الكلام. فهذا دليل على أن هنالك زيادات قد ذكرها الإمام مسلم ولم يذكرها الإمام البخاري. ثالثا، كلمة كذبت يا عمر ليس فيها أي مطعنة للفاروق عمر رضي الله عنه، ففي لغة أهل الحجاز لها معنى غير ما يفهم من الكذب الذي نعرفه اليوم. يقول النووي شارح صحيح مسلم والذي يشرح هذا الحديث الذي احتج به هذا الفاشل، يقول قولها لعمر رضي الله عنه كذبت أي أخطأت، وقد استعملوا كذب بمعنى أخطأ. ويقول ابن منظور في كتابه لسان العرب يقول وقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأ، وكتاب لسان العرب لا يقدح به أحد لا نحن ولا الرافضة. وأيضا يقول ابن حبان وأهل الحجاز يسمون الخطأ كذبا. ومما يدل على أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها تعني أخطأت يا عمر هو خطاب عمر لها وقوله نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، فردت عليه وقالت أخطأت في ظنك يا عمر، فلا يستقيم أن تقول له كذبت لأنه لم يكذب في كلامه ولم يقل حديثا أو قصة حتى تقول له كذبت بالمعنى الذي نفهمه اليوم،
فمثلا أنا أقول لأحد المسلمين إن الصيام أفضل من الصلاة، وهنا أخطأت في قولي، فهل سيرد علي أخي المسلم ويقول كذبت، أم سيقول أخطأت القول أو الظن يا أخي، إنما الصلاة أفضل من الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فعقلا عمر لم يكذب، إنما أخطأ بقوله كما ظنت السيدة أسماء رضي الله عنها وعن الفاروق عمر. فهنا في كتاب المفهم لما أشكل من تخليص كتاب مسلم لأبي عباس القرطبي يقول: فقالت كذبت يا عمر، أي أخطأت في ظنك، لا أنها نسبته إلى الكذب الذي يؤثم قائله. وكثير ما يطلق الكذب بمعنى الخطأ، كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كذب أبو محمد لما زعم أن الوتر واجب، أي أخطأ أبو محمد. يقول النعمان الرافضي في كتابه الغيبة بإسناده عن أبي الصباح قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: ما وراءك؟ فقلت: سرور من عمك زيد خرج يزعم أنه ابن سبية وهو قائم هذه الأمة، وأنه ابن خير الإماء. فقال: كذب، ليس هو كما قال، إن خرج قتل. فهل هنا الإمام جعفر الصادق يقول عن عمه كذاب؟ فإن قلتم نعم فقد طعنتم في الصادق وجعلتموه سيء الأدب مع عمه زيد بن علي رحمه الله، وكذلك طعنتم بزيد نفسه، وهذا ليس من خلق الإمام جعفر بن محمد الصادق. فلا معنى من كلامه إلا أن يقول أخطأ زيد، واستخدم كلمة كذب بمعنى أخطأ. ويقول الرافضي جعفر السبحاني في كتابه مفاهيم القرآن يتكلم عن قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، يقول: والكذب كما يتصف به الكلام كذلك يطلق على خطأ القوة المدركة، يقال كذبته عينيه، أي أخطأت في رؤيتها. ونفي الكذب عن الفؤاد كناية عن تنزيهه عن الخطأ، إلى آخر كلامه. رابعا، حديث مسند أبي يعلى الموصلي إسناده كإسناد حديث صحيح البخاري. فيقول أبو يعلى: حدثنا أبو كريب، وأبو كريب هو نفسه محمد بن العلاء الهمداني، فوقع مع أبي يعلى الموصلي مثل الذي وقع مع البخاري، لأنهم حدثوا عن محمد بن العلاء الهمداني. أما الإمام مسلم حدث عن عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني. إذن فهذه الكلمة تفرد بها عبد الله بن براد الأشعري. وهل أسماء قالت لعمر كلمة أم قالت له كذبت يا عمر؟ وهذا من الجهل والغباء، لأنك أردت بغبائك أن تقول أن هذه الكلمة هي كلمة كذبت يا عمر، غير أن أبو يعلى حذفها، وهذا من الجهل، لأن في صحيح الإمام مسلم الذي أنت بنيت على روايته كل هذا الجهل والغباء أيضا قال: وقالت كلمة، وفي مسند أبي يعلى كذلك، فكلهم متفقين على أنها قالت كلمة. لكن بعد هذه الكلمة منهم من قال أن أسماء قالت كذبت يا عمر، كما في صحيح مسلم وكذلك في كتاب دلائل النبوة للبيهقي، ومنهم من قال أن أسماء قالت كلا يا عمر، كما في صحيح البخاري ومسند أبي يعلى الموصلي. وهذا دليل على أن هذا الحديث له عدة طرق وروي بألفاظ مغايرة، وإن تعددت الطرق والألفاظ غير أن المعنى والمضمون واحد.